صلوا على النبي وتعالوا نشوفوا حكايتنا النهاردة بتقول ايه. وبيبدأ المسلسل معانا ببطلتنا اللي بنموت فيها واللي بتصحى بقى بتتفاجئ بنفسها مخطوفة في مكان مهجور والمجرمين حواليها، وطبعا بتبقى في حالة رعب من الوضع اللي هي فيه وبتحاول تمثل انها لسه فاقدة وعيها، بس المجرمين بييجوا يفوقوها وبيكتشفوا انهم للأسف خطفوا الشخص الغلط، لكن بيبقى الراجل اعجب بيها خلاص وبيحاول البجح انه يعتدي عليها، والحسن حظها بقى ان المكان ده بيكون محاصر من كل جهة بضباط الجيش وبيدوروا على شخص مهم مخطوف. وهنا بيظهر بطلنا الجامد جمودة واللي اسمه فان، وبيشوفها وهي في الوضع ده باستخدام كاميرا المراقبة، وبنلاقيه اتخض عليها قوي اول لما شاف ملامحها، ومن خوفه عليها وبيجري وبينط من فوق المكان علشان يلحقها بسرعة قبل ما يعملوا فيها حاجة، وبكل مهارة وكاريزما بيقدر انه يوصل لها. وبنلاقي المجرم رفع عليها سلاح وبيجرحها وبيكون مرعوب قوي اول لما بيشوفه، فبينزل عليه بطلنا بكل احترافية وبيقدر ان يثبته في مكانه وبيقوم معاه بالواجب. ويا عيني هي اعصابها بتتعب قوي من اللي بيحصل قدام عينيها وبيغمى عليها فجأة، فبيشيلها فان بسرعة وبياخدها على عربيته وبياخدها جري على المستشفى علشان يلحقها. واثناء ما هما في الطريق بتفوق لوهلة كده وبترجع تاني لحالة الاغماء، وشوية وبنشوفها لما وصلت على المستشفى وفاقت من الحالة اللي كانت فيها، وجنبها بنت بتطمن عليها وبتعرفها على نفسها وان هي البنت اللي كان المفروض يخطفوها واتلخبطوا ما بينهم بسبب تشابه الاسماء. وبنلاقي فين داخل عليهم ومعاه الشرطة، ولما فايا بتشوفه بتشكره على مساعدته ليها بس هو ما بيردش عليها، وبنلاقي بقى الشرطية بدأت تستجوبها وبتاخد معلومات عنها، فبتعرفها فايا كل اللي هي عاوزاه، سنها واسمها، ولما بتسألها عن عنوان بيتها بتحكي لها انها للأسف ما عندهاش اهل وانها لسه متخرجة وهتشوف بيت تعيش فيه. وساعتها بيتأثر فان قوي بيها وبتصعب عليه وبتودعها البنت علشان تسيبها ترتاح، وقبل ما فان يمشي بتسأله فايا لو كانوا يعرفوا بعض قبل كده، فبينكر وبيبان عليه انه مخبي حاجة مهمة. المهم بقى انه بنلاقيه قرب ناحيتها وبيلبسها الجاكيت بتاعه بكل جنتلة وبيقولها تيجي معاه، فبتتفاجئ بكلامه ده وبتفهمه غلط وبيزداد شكها من ناحية انه يعرفها فعلا، لان مش معقول الحركات دي تكون مع اي بنت غريبة. وبيقولها بقى ان بيته فاضي وكبير جدا وانه عاوز حد يشاركه في ايجاره، وبما انها ما عندهاش مكان تعيش فيه فهي حد مناسب ليه، فطبعا ما بتصدق وتوافق انها تروح. ولما بيطلعوا من المستشفى بيلاقيها فاتحه الجاكيت فبيقفله لها لا تاخد برد، مهتم الواد. ويا ترى ايه سبب الاهتمام ده؟ انا شخصيا عندي فضول. المهم بنكمل احداثنا وبنشوفهم بعد ما وصلوا البيت، وبتتفاجئ فايا بحجمه وشكله وبتعرفه انه ايجاره هيكون غالي عليها، فبيقولها انه هيعيش معاها ومش لازم تدفع فلوس. وبتسمع بقى الكلام ده وبتتوتر قوي وبتديله الجاكيت بتاعه، وقالت له لا طبعا ده انت كده فهمتني غلط خالص ولسه هتمشي، فبيمنعها وبيقولها انه بيهزر معاها وهيقلل لها سعر الايجار علشان هي لسه في بداية حياتها، فبتشكره جدا وبتسأله عن سبب مساعدته ليها ولو فعلا ليه علاقة سابقة بيها، فبيقولها ان الناس لبعضها يعني وهو بس بيعطف عليها. بيسترقب بحالتها الراجل وبياخد بعضه وبيمشي. وشوية بقى وبنشوفها في اوضتها وهي بتتشات مع صاحبتها وبتعرفها انها اخيرا لقت شغل في مستشفى وبكره هتروح تعمل الانترفيو. وبعد ما بتخلص معاها بنشوفها وهي مركزة في الموبايل في رقم مسجلاه بحرف معين، وبيبقى الرقم ده بتابعها بقاله فترة كبيرة جدا وكل يوم بيتصل بيها من غير ما يتكلم وبيكتفي بس بانه يسمع صوتها. وفي مرة اتجرأت واتكلمت معاه وسألته لو محتاج يتكلم معاها لكنه برضه مرضاش يتكلم، وبتبقى قاعدة سرحانة فيه وعندها فضول كبير انها تعرف قصته. وبنروح لبطلنا وهو في المقابر وبيزور قبر حد هنعرفه كمان شوية هو مين، وبيقوله انه مفتقده جدا وبيبلغه بان البنت كويسة. ويا ترى قصده على بطلتنا ولا حد تاني؟ ومين الشخص ده؟ تابعوا معانا الاحداث وهنعرف كل حاجة. وتاني يوم بنشوف امورتنا الحلوة وهي لسه صاحية وبتسمع صوت فان راجع على البيت، فبتطلع علشان تشوفه بس بتلاقيه داخل على اوضته، فبتقعد تفطر وشوية وبتتفاجئ بيه طالع لها من الحمام، فبتتكسف وبتوقع الاكل من ايديها وهو بياخد باله وبيدخل يغير هدومه بسرعة وبيقعد يفطر معاها. وبنلاقيها بتقوله انها عاوزة تدفع له فلوس الايجار فبيوافق علشان ما تمشيش وبتودعه
بتطلعوا بقى علشان تروح الانترفيو، وقبل ما تمشي بيديها مفاتيح البيت علشان لو رجعت اي وقت ما لقيتهوش، وبتاخده منه وبتروح على المستشفى. وهناك بقى بتدخل تقعد مع المدير، وبيبقى في شاب وسيم كده قاعد معاهم ومركز مع بطلتنا بطريقة غريبة وكأنه معجب بيها بس مش بيقول حاجة. المهم بقى ان المدير بيبقى معجب بالسي في بتاعهم هما الاتنين، وبيقرر يوظفهم وبيعرض عليهم يجوا معاه مركز الشرطة علشان فحص طبي مهم. فبتستغرب فايا بس بتوافق، وبيروحوا كلهم على هناك، وبيشوفها بقى فين اللي بيستغرب وجودها جدا، وبنلاقيه نزل اخدها من وسطهم كده ومشي بيها في مكان يتكلم معاها على انفراد، وكل اللي بيشوفه ماسكها كده بيستغرب. المهم بقى ان فايا بتتضايق قوي من تصرفه ده، وبتسأله بيعمل كده ليه، فبيرد السؤال بسؤال وبيقول لها ايه اللي جابها هنا، فبتعرفه انها انضمت لفريق العمل في المستشفى، وكلامها مش بيعجبه وبيقول لها انها لسه صغيرة على شغل زي ده، فبترد عليه بانها مش صغيرة ولا حاجة وان ده التخصص بتاعها، بس هو بيصمم على رأيه. فبتسأله عن سبب اهتمامه ولو كان في علاقة بتربطهم، لكنه برضه بينكر وبيقرب منها في لحظة تثبيت كده وبيكسفها قوي، فبتبعد عنه وبتعرفه انها معترضة على كلامه، وبتمشي تروح للمدير بسرعة، وبنلاقي فين روح هو كمان لمديره وبيحاول يخليه يطرد فريقها كله لكنه بيرفض، فبيسيبه وبيمشي وهو متضايق. وبنلاقيه مستني فايا قدام المركز وبيبقى عاوز يوصلها على البيت بس هي بترفض، وبيلاقيها بتديله المفتاح وبتقوله انها مش هتعيش معاه، فبيركبها العربية وبيحاول يهديها بس هي بتقوله انها عاوزة تقعد في فندق كام يوم. وطبعا ابننا بيرفض، وعشان يحاول يخليها ترجع في كلامها بيعترف لها انه فعلا كان يعرفها قبل كده بس مش هيقول لها اي حاجة دلوقتي، وهيسيبها تعرف لوحدها مع الوقت، بس هي برضو اللي في دماغها. فبيسمع كلامها وبيوديها على الفندق، وهناك بقى بتلاقي نفسها نسيت موبايلها، فبتتصل بيه من الريسبشن، واثناء انشغالها بنلاقي رجل اعمال غني جدا عينه جت عليها وبيبقى عايزها البجح تقضيها معاه، وبيطلب كده من الفندق بعد ما بيعمل شوية تحقيقات عنها. وبنلاقي واحد راح يعرض عليها الموضوع لكنها طبعا بترفض وبتهزقهم، وهم بيصمموا وبيجيبوا الامن علشان ياخدوها عافية. وفي اللحظة دي بيوصل بطلنا علشان ينقذ الوضع، وبيتعامل بقى معاهم بطريقته ومش بيكتفي بكده، وبنلاقيه بيبلغ عنهم الشرطة بانهم فندق شمال، وطبعا هيحصل لهم مشاكل كبيرة. وبياخد فايا على اوضتها بعصبية وبيرجع لها مفاتيح البيت، فبتوافق انها ترجع معاه. لما كمل اول يا بنتي، وبياخدها بقى وبيروحوا يعملوا شوية شوبينج، وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا على البيت وبيقعدوا ياكلوا سوا، والجو بيبقى لطيف ما بينهم جدا. وفي اخر اليوم بتدخل امورتنا تاخد شاور وتروق على نفسها شوية، واثناء ما هي سرحانة بتفكر في اللي حصل لها، وكل تركيزها بيبقى على فان، والظاهر كده انها بدأت تعجب بيه، ومين ما يقدرش يعجب بيه. وبعد ما بتخلص بتروح تجيب علبة الإسعافات علشان تعالج جرحها، وبتسمع صوت حد في المكان فبتترعب، وبيطلع انه فان، فبيعتذر لها علشان خضها وبياخدها يغير لها على الجرح بنفسه، وطبعا بتبقى مكسوفة قوي منه. وبعد ما بيخلص ولسه هتقوم ففجأة بتدوخ وبيقع على بعض، وساعتها بيقرب منها بالغلط كمان، فبيتأسف لها وكل واحد بيرجع على اوضته. وتاني يوم بيصحوا يفطروا سوا، ومش عايزة اقولكوا على المواقف المحرجة اللي بطلتنا بتعملها. وبعد بقى ما بتخلص بتنزل علشان تروح فترة تدريبها في المركز، وما بترضاش انها تركب معاه العربية علشان محدش يعرف انهم عايشين سوا. وبنشوفها بقى لما وصلت وبيديها دونغ ملف المجرمين، وبنعرف ان بطلتنا دكتورة نفسية وهتكون مسؤولة عن استجواب المجرمين علشان تقدر تأثر عليهم وتخليهم يعترفوا بجرائمهم، وكمان تفهم لو بيكذبوا او بيقولوا الحقيقة. وبتبقى دي فترة اختبار ليها، وهي اللي هتحدد لو تستاهل الشغل ده ولا لأ. وبتبدأ مع اول حالة، وبيكون المجرم عنده اضطراب نفسي، وبتبذل مجهود كبير جدا علشان توصل لمفتاح شخصيته، وبتبدأ تحلل تصرفاته، وبتستخدم اسلوب خاص وكلام موزون يخليه يرتاح لها. وبيبقى فيلم راقبها من بره وقلقان المجرم يعمل فيها حاجة، وبنلاقيها بقى فضلت تحاول معاه بس هو مش بيستجيب ليها، ولسه هتمشي بتلاقيه بدأ يتكلم ويحكي كل حاجة حاصلة، وفعلا بيعترف بجريمته. وبكده بتكون نجحت في الاختبار، ولما بتطلع بيعرفها المدير انه فخور بيها جدا، وبيبقى مبسوط قوي، وبيبان على فين انه كمان فرحان بيها. وشوية وبنشوفها وهي بتتمشى في المكان وبتدخل مكتبه وبتتخبط فيه بالغلط، ووراها بنلاقي دونغ داخل عليه بهدومه الداخلية، وبطلنا الحمش بيغير عليها وبياخدها في حضنه. ازاي يعني تشوف عضلات الرجالة؟
وبيستر الولد نفسه، وبياخدها فان علشان يتعشوا سوا، وبيقعد يتكلم معاها عن الشغل وبيأكد عليها ان اي وقت تحتاجه تعرفه، فبتتبسط وبتحس انه مهتم وحنين عليها. وبتفتكر ساعتها بقى وقت ما كانت طفلة ومربيتها في الملجأ كانت بتضربها ظلم وما كانش في حد بيدافع عنها، وبيبقى صعبان عليها نفسها، وبياخد فان باله بانها متضايقة، ولما بيسألها عن السبب ما بترضاش تعرفه. وبعد ما بيخلصوا أكل بنشوفهم طالعين من المركز، وفجأة بنلاقي كلب داخل مع الأمن وبيجري ناحيتهم، وبيبقى فان مش عارف يتصرف ازاي، فبياخد فايا وبيوقعها على الأرض، والكلب بيحاول يشد المفتاح بتاع البيت من ايديها بس هي بتقدر تبعده، وبيهزق بقى فان الكلب، وبنعرف ان الكلب ده بتاعه اصلا وعمل كده لانه فكر فايا سرق المفتاح منه. المهم بقى انه بياخدهم هما الاتنين على البيت، وبيبقى مجروح من الوقعة، فبتعالجه فايا بنفسها، وبعد ما بيخلص بيسيب الكلب معاها، واما بيرجع بيلاقيها بتلعب معاه، فبياخده يطلعه بره، وبنلاقيه اخد فايا في العربية وبيقدم لها اسورة تلبسها في ايديها، فبتقبلها منه وبترجع على اوضتها وهي مبسوطة. وبنيجي بالليل وبنلاقي ان حرارتها عالية جدا، وبيدخل عليها فان بالصدفة بيلاقيها في الوضع ده، فبيخاف عليها قوي وبيديها علاج، وبيفضل سهران يا حرام جنبها لتاني يوم، وبتصحى هي تلاقيه جنبها فبتتكسف قوي، بس في نفس الوقت بتكون مبسوطة باهتمامه، وبتغير هدومها وبتروح تفطر معاه، وبتتفاجئ بيه بيديها هدية تانية، وبيبقى جايب هدايا كتيرة جدا ناوي يقدمها لها كلها، وبيقترح عليها ما تروحش الشغل النهاردة وتقعد ترتاح، بس هي بترفض وبتصمم انها تروح. وبتدخل بقى على السجين اللي اول ما بيشوف وشها بيطلب منها تخليه يقابل شخص، وبيكتب لها اسمه وعنوانه، وبيعرفها انه مش هيتكلم غير لما تجيب له الشخص ده. وشوية وبنلاقي فان جايلها فبتعرفه اللي حصل معاها، وبتطلب منه يخليه يقابله زي ما هو عاوز، فبيقول لها انه هيشوف الموضوع ده لو ممكن، وبيعرفها انه عازمها على العشاء في بيت عيلته، فهي بتوافق. وبيبحث بقى على الراجل اللي هو بيسأل عليه ده، وبيقدر يجيب معلومات عنه، وبيجيلها فويس منه وتسمعه للمجرم، واللي بيقول فيه انه مش عاوز يقابله، ومن المستحيل يسامحه على الجريمة اللي عملها. وهنا بقى المجرم بيتأثر وبيعترف على نفسه بكل حاجة، وبكده بطلتنا تكون نجحت في تاني مهمة، وبتبقى فرحانة جدا، وبتدخل تاخد شاور، وبتتفاجئ بان الدش عندها مش شغال، فبتتكلم مع فان وبتعرفه وهي مكسوفة جدا، فبيخليها تروح تستخدم الحمام بتاعه. وبعد ما بتخلص بقى بتجهز وبيروحوا سوا البيت، وهناك كل اللي بيشوفها بيقول لها اخيرا رجعتي، واللي بيسألهم هيتجوزوا امتى، ويعين البنت ما بتكونش فاهمة ايه اللي بيحصل، وبتحاول تفهمهم ان مفيش علاقة بينها وبينه. وبتدخل بقى البيت وهو بياخد الهدية من الخادم وبيدخل وراها، وبيقعدوا قعدة رومانسية مع بعض قدام القمر، وبيقول لها انت اهو، وطبعا هي بتتكسف بس طايرة من الفرحة. وبعد ما بترجع البيت بنلاقيها قاعدة بتكلم صاحبتها في الموبايل، وبتحكي لها على اللي بيحصل في أيامها، وكل تركيزها بيكون على فان، وشكلها كده وقعت ولا ايه. وتاني يوم بنشوفها مع رون زميلها، وبيشوفهم بقى مساعد فان بالصدفة، وبيروح يبلغه باللي شافه، فبيتضايق قوي، وبنلاقيه راح لها على المكان ده، وأول ما بيشوفها بيروح يتكلم معاها وبياخدها علشان يوصلها على البيت. وأول ما بيوصلوا بنلاقيه بيمسك ايديها قبل ما تنزل، وبيحاول يتكلم معاها، وشكله كده ناوي أخيرا يعترف لنا بالسر. بس في اللحظة دي بتجيله مكالمة وما بيقولش حاجة. وبالليل بقى بنشوفها وهي قاعدة في اوضتها، وبتلاقي صاحبتها وتبعت لها مسجات، وبتعرفها ان صاحب الرقم اللي مش معروف ده بعت لها هدايا كتيرة جدا وذكريات ليها من ايام الجامعة. وساعتها بيزيد فضول بطلتنا ناحية الموضوع ده، وتعالوا نشوف بطلنا وبيبقى في عملية سرية، وبيحاول يقتحم مزاد عشان يقبض على المجرم، وبيقدر فعلا انه يدخل المكان، لكن المفاجأة انه بيطلع فخ، والمجرم بيكلمه فيديو كول على الشاشة وبيقل منه، والمفاجأة انه كمان بيبقى سايب له قنبلة، ومساعده هو اللي بياخد باله منها وبيحاول انه يحميه، وللأسف هو اللي بيتصاب بداله. وبياخده بقى على المستشفى، والدكتور بيعرفه ان حالته مش خطيرة بسبب الدرع الواقي اللي كان لابسه، فبيطمن شوية عليه. وبيوصل الخبر ده لبطلتنا، فبتترعب جدا على فان وبتروح بسرعة على المستشفى. في الوقت ده هو بيبعت لها فويس وبيعرفها انه تعبان جدا من المهمة ومش هيرجع البيت دلوقتي، فبيتفاجئ بيها في وشه، وبتعرفه انها كانت جاية تطمن عليه وكمان جايباله اكل، فبتلاقيه اتأثر كده واخدها في حضنه وبيقعد يحكي لها على اللي حصل.
وتاني يوم بنشوفهم وهما في البيت وبطلتنا بتحضر له الفطار وبيبقى باصص عليها ومبسوط بيها، وفجأة بينام على نفسه، ولما هي بتشوفه بتروح تغطيه فبيقربوا من بعض في لحظات كلها أحاسيس رومانسية كده. وبعدين بقى بيروح يطمن على دونغ وبيأكله تفاح بنفسه كمان، يلا يا عم. وبنلاقيه بيسأله عن فايا وليه ما جاتش معاه، وبيسأله كمان عن موضوعهم ولو قال لها الحقيقة اللي مخبيها عنها. في اللحظة دي بتبقى البنت واقفة على الباب وسامعاهم، وبيحاول دونغ يغمزله بس بياخد باله بعد ايه. المهم بقى انها طبعا بتتضايق قوي، وبيروح هو وراها وبيحاول انه يصالحها، وبنلاقيه قرب منها وبيعترف لها انه بيحبها جدا ومش هيقدر يعرفها اي حاجة دلوقتي، فبتتثبت بنتنا بجماله وبتبقى هي كمان واقعة في حبه. وبيرجعوا بقى البيت هما الاتنين، وبتبقى فايا شاكة ان ممكن يكون هو الرقم اللي بيطاردها، وبنلاقيها بتطلب منه يوقع لها على ورقة علشان تقارن توقيعه بالتوقيع اللي مبعوت لها في الورق، بس هو بيبقى متردد وبيسألها عن السبب، فبتعرفه انها بتحاول توصل لأي خبر عن اهلها، وبتحكي له موضوع الرقم اللي بيطاردها، فبيوقع لها علشان يريحها، وبيطلع انه مختلف عن اللي معاها. وبنلاقيها يا حرام انهارت وبتحكي له عن حياتها في الميتم وانها ما كانش نفسها تعيش الحياة دي، فبتصعب عليه جدا وبياخدها في حضنه الحنين وبيحاول يواسيها، فبتتحسن حالتها طبعا. وبنلاقيه بقى اخدها يلعبوا مع بعض شوية بالاسلحة وبيعلمها ازاي تنشن بنفسها، وبتبقى هي مبسوطة جدا، ولما بتصيب الهدف بيديها ارنب كيوت قوي فبتفرح اكتر طبعا. وبعدين بترجع على البيت وبتتفاجئ بمكالمة من صاحبتها وبتبلغها بانها قدرت توصل لاخوها، بس للاسف بيكون اتوفى من فترة كبيرة، وبتحكي لها كمان انه كان ضابط شرطة محترف جدا، فبتتفاجئ بالخبر وبتنهار من العياط، فبيشيلها فان وهو زعلان عليها وبيحاول انه يخليها تتكلم، فبتحكي له اللي حصل معاها وقد ايه بتبقى حزينة، فبيهديها وبيخليها تنام. وبيبقى فان عارف المعلومة دي من زمان، ولو فاكرين القبر اللي زاره في اول المسلسل هو ده قبر اخوها. وتعالوا نكمل الأحداث علشان نعرف بالظبط مين اللي قتله. وتاني يوم بنشوفه وهو بيتكلم مع مديره وبيوريله التوقيع اللي فايا كلمته عنه، وبيحكي له انها اخت تشين، فبيقوله انه ما يعرفش وبيتأثر قوي لما بيسمع اسمه، وبيبقى تشين غالي عنده جدا وبيزعل من نفسه عشان سمح لاخته تشتغل شغل خطير زي ده، وبيلوم فين علشان معرفوش من البداية، فبيفكروا انه حاول يمنعه بس هو رفض، وبيبان عليهم القلق جدا من ان السيد دان يعرف بوجودها، وبيأكد له بانه هيقدر يتعرف عليها لان شبه امها جدا. بس يا ترى ايه علاقة السيد دان بيها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض كمان شوية. وتعالوا نروح للراجل ده، وبيطلع نفسه مسجل الخطر اللي فان كان بيحاول يقبض عليه، وبنلاقيه بيدي صورتها لشخص وبيأمره يدور له عليها في مقابل مبلغ كبير جدا. وبنلاقي بطلتنا في المستشفى ومريض داخل عليها وبيسألها عن كام سؤال عن شخصيات البنات، فبتعرفوا ان دي حاجة مش من تخصصها، وبيبقى الراجل ده شكله مريب ومش على بعضه كده. ولما بتقوله الكلام ده بتلاقيه ساب لها بوكيه ورد كان مخبيه ورا ظهره، بياخد بعضه وبيمشي. وبعد ما بيمشي بتلاقي فين داخل عليها، ولما بيشوف الورد بيستغرب وبيسألها عنه، بيغير الواد برضه. المهم انها بتعرفه انه مريض هو اللي جابهولها، وبتحكي له اللي حصل بالتفصيل، فبيستغرب كلامها بس ما بيحطش في باله، وبيخليها بقى تكشف عليه علشان تفحص حالته النفسية. وبتبدأ انها تشوف شغلها وتعمل له رسم قلب، بس مفيش غير قلبها هي اللي بيتحرك. وبنلاقيها قربت منه في لحظات كلها حب كده، وبيحبوا في بعض شوية. وبنسيبهم وبنروح للرجل الخطير ده وهو بيتكلم على بطلتنا، وبيقول انه عاوز يخلص منها بأي طريقة، ومن المستحيل يسيب حد من العيلة دي عايش، والظاهر كده ان في بينه وبين تشين عداوة كبيرة جدا. وبالليل بنلاقي رجالة الراجل ده قدروا انهم يوصلوا للمكان فايا، وفي الوقت ده بتبقى هي اكتشفت ان هو قاتل اخوها، وبتكون مرعوبة من الرجالة دول، وبتكلم فان تسأله عن طريقة للهروب، فبيفضل معاها على الموبايل وبيبقى خايف قوي لا يعملوا فيها حاجة، وفي نفس الوقت هو بيحاول يوصل لها بسرعة. وبنلاقيهم دخلوا البيت وفتشوه كله لكن مش بيلاقوها، بس بيكتشفوا من كوباية المية اللي هي سايباها انها كانت هنا من فترة قريبة، فبينتشروا بقى وبيفضلوا يدوروا عليها، وهي بتحس ان خلاص كده مفيش امل للهرب،
وبتقرب تسلم لهم نفسها، وكمان كده هتقدر تعرف مكان قاتل أخوها، وبتعرفه الفان من خلال الGPS اللي موجود في الأسورة اللي هو مقدمها لها. وبرغم رفض فان وخوفه الشديد عليها إلا إنها بتصمم إنها تسلم نفسها، وبتودعه وبتعرفه قد ايه هي بتحبه، وفعلا بتعمل اللي في دماغها. وبنلاقي فين ماشي بأقصى سرعة عنده بالعربية، وفي باله تشين وهو بيكلمه عن فايا وقد ايه كان مبسوط ومستني اليوم اللي هيشوفها فيه. بس للأسف اليوم ده ما بيجيش وبيتوفى قبلها، وقبل ما يموت هو وعده بأنه هيخلي باله منها، وعشان كده هو قرب منها من البداية وكان مهتم بيها. وبنروح لها بقى وهي متكتفة في مكان غريب ومش عارفة هي فين، وبنلاقي الراجل الحقير ده جه قاعد معاها وبيكلمها عن أهلها وبيعرفها إنه أنهى حياة عيلتها كلها مش أخوها بس. وبنعرف إن العيلة كلها كانت بتشتغل في الشركة. وبنلاقي القادر فتح لها فيديو ليهم واحد واحد وهم بيموتوا بكل قسوة وجحود، ويا عيني ما بتبقاش قادرة تستوعب اللي هي شايفاه، بس مش بتبين له خوفها، وبتفكر في فان وبتتمنى انه يوصل لها في اقرب وقت. وشوية وبنلاقي العجوز ده واخد شاور وطلع لبطلتنا وشكله كده عاوز يقرب منها، وبنلاقي المريض اللي كان عندها داخل عليها، وبنعرف ان هو تبعه اصلا وكان بيروح لها علشان يجيب له اخبارها. وبنلاقيه اخدها يتكلم معاها وبيحكي لها ان امها كانت متفقة مع دان في اللي حصل عشان تخلص على ابوها، بس هي بترفض انها تصدقه وبتنهار، وفجأة بيغمى عليها فبيسيبها مرمية في الارض وبيمشي. وشوية وبنشوفها بعد ما فاقت وهي قاعدة في اوضتها، وبنلاقي واحد داخل عليها وبيديها سلاح علشان تقدر تدافع بيه عن نفسها لو جرالها اي حاجة، وبيبلغها ان فان هيبقى في اي لحظة موجود هنا وهيتم انقاذها قريب. وبيطلع بسرعة من الأوضة وبتسمع هي صوت دوشة بره فبتجهز نفسها، واول ما بتلاقي افراد العصابة داخلين عليها بتتعامل معاهم بكل مهارة. ولسه هتخلع بقى بتلاقي واحد جه من وراها ووقفها وبيحاول انه يديها ابرة تخدير، فبيتدخل راش في الوقت المناسب وبيلحقها من تحت ايديهم وبياخدها في عربيته بسرعة. وبنلاقيه استخدم الاسورة بتاعتها وبعت اللوكيشن بتاعها الفيلم بسرعة، واللي بيبقى مجهز نفسه هو والرجالة للمعركة. واول ما المسج بتجيله بياخدهم وجري فورا على العنوان. في نفس الوقت ده بنلاقي رجالة دان بيجروا ورا راش بعربياتهم وبيضربوا عليه نار، وبيحاول هو يتفاداها على قد ما يقدر. الموضوع بيبقى مرعب جدا، مين هيكسب في النهاية؟ والوضع ده بيستمر لحد بالليل، ويا عيني بيتصاب إصابات خطيرة جدا. وبتختم بقى بحادث العربية وما بقاش بيتحرك، وبطلتنا بتترعب عليه جدا. في اللحظة دي بيوصل حبيب القلب، واللي أول ما بيشوفها بيجري عليها بسرعة وما بيبقاش مصدق إنها رجعت له سليمة، وبتنهار بقى في حضنه من العياط، بقالها كتير متماسكة برضه. وبالليل الإسعاف جت وأخدتها هي وراج، وبنروح لهم بقى وهم في المستشفى، وبنشوف راج بعد ما فاق وتحسن شوية وبيتكلم مع فان وبيعرفه انه حلم بتشين وكان مبسوط قوي، فبيعرفه انه انقذ اخته وعشان كده هو اكيد اتبسط، فبيفرح انه عمل حاجة كويسة. وبنعرف بقى ان فان قدر يقبض على الراجل ده والقانون اخد مجراه معاه، وبكده بيبقى رجع حق تشين وعيلته. وبنلاقيه بقى طلع للبنت واللي بتبقى متأثرة قوي، وبياخدها يوريها كمية الهدايا اللي اخوها كان بيجيبها لها كل عيد ميلاد، وبيعرفها انه كان عارف كل اخبارها وكل تفصيلة صغيرة عنها، وبيحكي لها قد ايه هو كان بيحبها وكان دايما بيحكي له عنها، وسيرتها ما كانش بيسيبها ابدا، وكان بيتمنى يجيلها يوم تخرجها ويعرفها بنفسه، وكان قلقان قوي من انها ترفض تتقبله. وللاسف بقى بيبقى حصل له الحادث ده قبلها وما قدرش انه يجيلها، وبيتعب جدا وبيدخل المستشفى، ومن حزنه بيدخل في غيبوبة. وكل يوم بيعدي كان مرضه بيتمكن منه اكتر، بس عمره ما نسى اخته، وبيسمعها اغنية كان مسجلها لها بنفسه، وكان مبسوط جدا بيعبر لها فيها عن كل اللي جواه، وبيحكي لها بقى ان الرقم الغريب اللي كان بيتصل بيها ده بيكون هو، وكل الهدايا اللي كانت بتجيلها قبل ما يتوفى كان هو اللي بيبعتها، وبعد ما توفى كان موصيها وكمان يبعتها. وبيفتكر اخر مكالمة هي اتكلمت فيها وقد ايه كان فرحان وهو سامع صوتها، وكانت دي للأسف لحظاته الأخيرة. وبيتوفى تشين، وطبعا البنت بتنهار عليه وبتتأثر بحبه ليها، وبنلاقيه بقى أخدها على قبره وبتجيب له الورد اللي هو كان بيحبه، وبتقف قدامه وبتطلع كل اللي في قلبها، وبتتمنى لو قدرت انها بس تشوفه لو يوم واحد بس في حياته. بس برغم كده هي بتحبه جدا وبتشكره على كل حاجة حلوة عملها علشانها، وبتفضل قاعدة جنب قبره شوية وبتتخيله جنبها وهو مبسوط بوجودها. وبعدين بترجع على بيتها وهي في حالة اكتئاب،
وما بتبقاش عارفة تبطل عياط، وطبعا مش هاينة على فان خالص، وبيقعد معاها وبيهديها. والله بتصعب عليا انا شخصيا يا بنات. وبنلاقيها بتقوله انها ملهاش حد في الدنيا، فبيقول لها وهو راح فين يعني، وبيقرب منها وبيعرفها انه هيفضل جنبها لاخر العمر، فبتفرح بكلامه وبيهون عليها كتير. وتاني يوم بقى بنشوفه وهو بيحضر لها الفطار، ولما بتصحى من النوم وبتشوفه بتبقى مستغرباه وبتسأله عن السبب، فبيعرفها انه حب يهتم بيها شوية ويدلعها، حرام يعني. وبيفاجئها انه كمان كتب البيت باسمها علشان ما تحسش ان ملهاش مكان تعيش فيه، وبيقدم لها خاتم بقى بكل رومانسية وبيعرض عليها الجواز، فبتوافق فورا. ولسه هيلبس لها الخاتم بتلاقي مكالمة جاية لها من مديرها بيعرفها فيها انها اتشهرت جدا وان في شغل مهم طالبينه فيها هينقلها لحتة تانية خالص، فبتشكره وبتقوله انها هتفكر وبتقفل معاه. بتلاقي فين بيشجعها انها تروح وتحقق مستقبلها وكانها اللي بتحلم بيه طول عمرها، فبتتبسط قوي بدعمه وبتقوله يستناها. وحصل وفعلا بتسافر أمورتنا، وبعد مرور سنتين على اللي حصل ده بنلاقيها رجعت وفين جاي يستقبلها، وبيفرح جدا أول لما بيشوفها، والكلب بتاعه بالذات من فرحته بيقدم لها خاتم الجواز بنفسه، وبيقربوا من بعض كده بكل رومانسية، وبيروحوا أخيرا يكتبوا كتابهم وبيتجوزوا وبيكملوا حياتهم في سعادة ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ولحد هنا بتكون خلصت أحداث مسلسلنا الجميل، ويا رب يكون عجبكم. أنا ساستو ودي كانت حكايتنا، بس ما تنسوش اللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقي الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف.